السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الغدا قرنبيط مقرمش بطريقة سهلة. تعال ندخل الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. جبت قرنبيطة، هو لسه موجود في السوق. جبت قرنبيطة كده حلوة. غسلتها طبعا من التراب من بره الاول، وبعد كده همسكها وهشيل منها. هنقطع كل منها الفروع الخضراء بتاعتها. لازم نغسلها كويس قبل ما نقطع اي حاجة. هي والكرنب لازم نغسله قبل ما نقطعه وبعد ما نقطعه كمان، لان التراب بيبقى في دواخل الزهرات كده من جوه. هقطع الفروع الخضراء كلها ونفك الوردات بتاعتها من بعض. وكنت في الفترة دي حتى طبعا مية سخنة على البوتاجاز تسخن لغاية ما انا اقطعها. اقطع كل كده الفروع، وبعد كده نفك الوردات عن بعضها طبعا الحجم اللي انتي عايزاه. انا قطعت الوردات كاملة، لان كل زهرة بتختلف عن الزهرة التانية. طبعا عايزاها متوسطة، عايزاها صغيرة. انا هعملها زي ما يكون قطع كنتاكي بالظبط. كده خدتهم وغسلتهم مرة تاني. الطريقة دي غسلتهم كلهم وشطفناهم كويس من التراب. وكانت المية سخنت على البوتاجاز، وهحط فيها معلقة لبن بودرة ومعلقة ملح وكمان معلقة خل. حط معلقتين كده لان المية كتيرة في الحلة. تحط الملح تبع كمية المية اللي هي عندك. اللبن البودرة هي معلقة واحدة، هتخليه ابيض وحلو وملهوش كمان ريحة. هيخفف من ريحة القرنبيط اللي الكل بيتضايق من ريحتها في البيت، فبيخففها شوية. وهسيبه يغلي حوالي من 4 دقايق ل5 دقايق. بعد الغليان، بعد ما احط الزهرات، من 4 دقايق ل5 دقايق عشان ما يتهريش ونعرف يتماسك في الخلطة اللي احنا هنعملها. وخدتها طبعا الزهرة الكبيرة، قطعتها كده نصين. لكن لو انت عايزة نفس الحجم، طبعا الحجم اللي انت ترتاحي له. طبعا طلعته من المية وصفيته على مية ساقعة عشان يخفض السوى، ومية بتلج او مية جارية براحتك، المهم يكون برد. بعد كده هنجهز الخلطة. التوابل اللي احنا هنحطها فيها الخضرة اللي هي الكزبرة والشبت. لو عايزة تحطي بقدونس كمان حطي، بتدي طعم حلو جدا الشبت والكزبرة. وحطيت برضو ملح وشطة وكمون وكده راس توم صغيرة، حطيتهم مع بعض. كله ده هدقه مع بعض في الهون. طبعا انت عايزة تعمليه في الكبة اعمليه، بس صدقيني دقة الهون بتديله طعم حلو جدا، تختلف تماما عن الكبة. خدتهم كده وحطيت كمية من دي حوالي 2 دقيق على نص كوباية نشا. حطيتهم واحط كمان معلقة كركم، وهقلب كل الخليط ده مع بعض. وحتى برضو معلقة بيكنج باودر كبيرة ومية ساقعة هحطها عليها. هنقلبها لغاية ما نوصل لقوام لا هو تقيل ولا هو خفيف، بحيث يتمسك في الزهرات بالطريقة دي. وخدت برضو دقيق وبقسماط او فيجيتار، عايزاه بقسماط ناعم متبل انا بعمله. وكمان حطيت معاه النشا والبيكنج باودر، برضو حطيناه في الخلطة الجافة. وخدت من الخلطة السايلة حطيتها على الخلطة اللي هي الجافة، وكنت مسخنة الزيت على النار. طبعا لما ناخده من الدقيق بنفضه ليدينا الخرفشة الحلوة. وهحط بالطريقة دي. طلع جميل جميل، وردات حلوة زي التشيكن بالظبط، زي ما يكون قطع كنتاكي. والريحة والطعم جميل جميل فعلا. يقعد يوم ويومين هيقعد مقرمش زي ما هو. احط برضو المجموعة التانية وهنشوفه مع بعض. طبعا ما نكترش في الحلة اللي بنعمل فيها عشان ما يبردش ويدينا القرمشة دي. زي ما احنا سامعين كده الصوت، يا رب يكون واضح.
مقرمش جدا وطريقته حلوة ومن جوه ابيض زي الفل. معلقة الخل كمان بتخليه ابيض وجميل، ومعلقة اللبن البودرة، وهقدمه مع المخللات والطماطم المخللة، ورشيت عليه كمان الخضرة في التقديم، وخدت منه مجموعة وعملته في القلاية الهوائية اللي هو في الطبق الصغير. لو انت حابة تعمليه في القلاية الهوائية هيبقى برضو طالع مقرمش، بس بيختلف في اللون شوية. لكن الزيت برضو بيطلع حلو جميل جدا مقرمش. ده مقرمش وده مقرمش، بس اختلافه في القلاية الهوائية بيبقى اللون مختلف عن القلي في الزيت. ويا رب النهاردة اكون عطيتك فكرة للقرنبيط المقرمش وتجربيه ويعجبك، ونجربتيه وعجبك ما تنسينيش في اللايك والشير للاستفادة زي ما انت استفدتي. لو استفدتي منه تشيريه لأحبابك وأصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله.